ما عداش دقايق وبعد ما ولادها دخلوا سمعت صراخ شديد جوه. الصراخ ده كان جاي من اوضه البنات. في الاول فكرت طبعا ان هما بيهزروا مع بعض وبيلعبوا وان مفيش اي حاجه، وما خطرش على بالها اي حاجه تانية. ففضلت تزعق فيهم بصوت عالي وتقول لهم ناموا وهي قاعده بره. بس استغربت ان هي بعد ما زعقت لهم وقالت لهم ناموا الصريخ بتاعهم فضل مستمر. فهي طبعا استغربت ودخلت علشان تزعق فيهم علشان يناموا بجد، ولكن اتصدمت لما فتحت باب الأوضة وشافت بناتها الاتنين قاعدين على السرير والرعب والفزع عمال يعينيهم. ولما بصت لعيالها لقيتهم باصين على الدولاب وخايفين جدا. فأول هي ما بصت على الدولاب لقيت الدولاب اتحرك من عند الحيطة لنص الأوضة، والمشكلة إن مفيش أي حاجة خلت الدولاب ده يتحرك. يعني تخيل نفسك كده دخلت تنام بالليل